اهلا بيكم في فيديو جديد. هنبدأ يلا ونقول بسم الله. هنعمل النهاردة غدا سهل وموفر وبسيط، هيعجبكم جدا الاكلة دي يا جماعة. كباب حلة هنعمله باللحمة المفرومة، هنوفر. وكباب حلة بطريقة الافراح، طريقة لذيذة هتعجبكم. طبعا عشان توفيرا للحمة هنعمل الكمية الحلوة دي بربع كيلو بس من اللحمة. بصراحة لون وطعم جميلة جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. شايفين جمالها بصراحة متماسكة معانا، مش هتفك معاكي ولا اي حاجة. يلا نروح على المقادير. دي المقادير بتاعتنا سهلة خالص. معايا توابل لحم وفلفل اسود وشوية قرفة. طبعا الملح بتاعنا هنحطه. معايا ربع لحمة، معايا حوالي 3 معالق بروتين، ومعلقتين كبار من البقسماط، البصل بالكمية اللي تحبيها، وحوالي 4 فصوص توم. معايا طماطم مقطعة وفلفل بارد أو حامي وورق لورا وحبهان وقرفة عيدان. اتفقنا هنعمل كباب حلة بطريقة جديدة وسهلة وسريعة وموفرة. طبعا البروتين معانا بننقعه في شوية مية وبعد كده بنصفيه. احنا مش هنحط في الخلطة خالص بصل، البصل هنحطه لوحده كأننا بنعمل كباب حلة. طبعا كباب حلة بنجيب اللحمة وبنقطعها مكعبات وبنشتغل فيها، بنحط البصل مع الوصفة مش جوه اللحمة. فاحنا ده اللي احنا متبعينه عشان يطلع معانا طعم كباب الحلة. هنضيف بس للحمة معانا بيضة. انا خدت المعلقتين البقسماط مع 3 معالق او 4 معالق البروتين مع اللحمة والتوابل بتاعتنا البسيطة، وضربتهم في الكبة بالشكل ده عشان انا عايزة اللحمة تتجانس. وهضيف البيضة وهرجع اضرب تاني. هنديها لفتين بالشكل ده. الكمية دي تكفي معاكي 5 أفراد. 5 أفراد. اعملي جنبه بقى رز بالشعرية، أكلة جميلة جدا. خلصت معانا كده. طبعا هتحطي ملح. أنا كورتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط لها شوية دقيق وهبدأ أغلف كل كرات اللحم بالدقيق بتاعي بالشكل ده، حوالي معلقتين دقيق، وهحطهم في مصفى على أساس يطلع معاكي كل زيادة الدقيق، عشان احنا هنديها تحميرة كده على البوتاجاز. شايفين بالشكل ده بنشيل اي زيادات من الدقيق. معانا بقى طاسة على النار. دي التوابل الصحيحة او السليمة اللي معانا. قلنا فصين حبهان، ورق لورا، عود من القرفة. هتضيفي شوية من الزيت وحتة من السمنة. اي مادة دهنية انتي بتستخدميها متعودة تستخدميها حطيها بالشكل ده، وهنسيبها تسخن. جربي الأكلة دي على الغداء على العشاء وهتدعيني إن شاء الله. متنسينيش بس أهم حاجة تعجبك الوصفة، ونعمل شير للوصفة ونعمل لايك. تعجبك الوصفة وتحطي لي أحلى لايك. وما تنسوش طبعا تفعيل الجرس على الكل عشان أي فيديو جديد وصفة جديدة بنزلها توصلك. زي ما احنا شايفين كده بعد ما سخنت انا حطيت التوابل السليمة معانا او الصحيحة، وببدأ اشوح ما تخافيش، هي مش هتفك منك ولا اي حاجة. احنا حاطين لها عامل ربط بيضة ومعلقتين البقسماط، وكمان لما غلفناها بمعلقة الدقيق دي عملت لها تماسك. ما تخافيش خالص. بتبدأي انتي كده على الخفيف خالص، بتبدأي تقلبي فيها بالشكل ده. شايفين معانا اول ما بتلاقي تحسي ان هي تماسكت ابدأي قلبي بالمعلقة.
احنا عايزين تاخد لون ذهبي جميل. تبدأي تقلبي فيها كده. انا خلاص كده هي بقت كويسة، انا هشيلها في طبق لاني هعمل مكان بقى التحمير بتاعها، طبعا ده فيه كل الطعم بتاع اللحمة بالشكل ده كده اهو. تمام كده. هبدأ بقى انزل بالبصل بتاعي. احنا عارفين كباب الحلة في ناس بتحط بصل قوارمة، عايزة تحطي بصل قوارمة اللي هو البصل الصغير السليم. تمام، حطي بصل قوارمة مش مشكلة، كمية البصل مفتوحة لك حسب رغبتك. بنبدأ كده نقلب لما ياخد لون جميل. ببدأ أضيف التوم يا دوبك بس تطلع ريحته. ببدأ أضيف اللحمة معانا، كرات اللحم، وأقلب الشكل اللي انت شايفاه ده. وجبة عائلية جميلة، عملنا كباب حلة بكمية جميلة جدا معقولة، فرحي أفراد أسرتك. دايما أنا بحاول أعمل لكم يا جماعة في أغلب وصفاتي، اللي متابع القناة معايا بحاول أعمل لكم وصفات، وصفة تكون سهلة وفي نفس الوقت موفرة معاكي. أنا حطيت بقى الطماطم والفلفل، ونضيف شوية فلفل أسود. عايزة تضيفي كمان شوية توابل لحم ضيفي. ونقلب. شايفين لغاية دلوقتي معانا الكفتة او كباب الحلة معانا متماسك، مفكش منه ولا حاجة. انا هغطي عليها بقى لما تنزل بس شوية كده من الخضار، ينزل شوية من الصوص بتاعه بالشكل ده. وهبدأ بقى اضيف لها في المرحلة الاخيرة حوالي كده، يعني حسب ما انت عايزة الصوص. في كباب الحلة انت عايزة تاخدي صوص كتير كده على الرز وتاكلي، زودي حوالي كوبايتين كبار كده يا دوبك، ربع ساعة بالكتير على نار هادية، وهنطفي النار عليه. شايفين بقى تقلت معانا وتماسكت بالشكل الجميل ده. بجد يا جماعة وصفة تستحق التجربة. كباب حلة بطريقة زي ما بيقولوا الأفراح كده بيعملوها بالشكل ده، بخضار مشكل مع البصل. عايزة تعمليها بصل بس، تمام. آه، أكلة جميلة جدا هتعجبك وهتدعيلي إن شاء الله. متنسليش باللايك الحلو والشير. أسيبكم مع السلامة.